أخي العزيز، ركز معايا وتخيل هاد السؤال: واش كتعتقد أن حياتك كتدمر بسبب قرار كبير، أو بسبب فشل كبير، أو بسبب خطأ واحد كارثي؟ الحقيقة أخطر من هادشي كامل. حياتك غالبا كتدمر بسبب أشياء صغيرة جدا، أشياء اللي كديرها كل نهار. مثلا 10 دقائق زيادة في الهاتف، تأجيل شي حاجة مهمة، السهر لساعات إضافية، أكل وجبة غير صحية وزيد وزيد. وكل مرة كتقول ما غاديش تأثر، ولكن بعد شهور أو سنوات كتلقى راسك بعيد بزاف على الحياة اللي كنتي باغي. وهنا كيبان الخطر الحقيقي ديال العادات السيئة. كاين واحد الحاجة خصك تعرفها: الدماغ ديالك ما كيبنيش حياتك بالقرارات الكبيرة، كيبنيها بالتكرار. الحاجة اللي كتعاودها كل نهار هي اللي كتولي جزء منك. اذا كنتي كتقرا كل يوم تولي انسان قارئ، كنتي كتدرب كل يوم تولي انسان رياضي، كنتي كتضيع وقتك كل يوم تولي شخص ضايع. الامر بسيط ولكن قاسي. قبل ما نكملوا الفيديو ديالنا، خليك مع هاد الانترو. وصلتي هنا ومازال ما درتيش لايك واشتراك، شنو كتسنى صاحبي؟ نكملوا الفيديو ديالنا خوتي. واحد السؤال اللي يجاوب راسو، اللي هو: اذا كانت العادات السيئة مضرة، علاش كنبقاو متشبتين بها؟ الجواب بسيط: لانها سهلة وكتعطي مكافأة فورية. مثلا الهاتف كيعطيك متعة دابا، الواجبات السريعة كتعطيك المتعة دابا، التسويف كيعطيك الراحة دابا. اما العادات الجيدة كتطلب الصبر وكتطلب المجهود، والنتائج ديالها ما كيبانوش مباشرة. وهنا فين كيوقع الصراع. بزاف ديال الناس كيقولوا خصنا غير إرادة قوية، ولكن الحقيقة الإرادة ماشي هي الحل، حيت الإرادة كتضعف، كتكون متحمس نهار وكتفقد الحماس نهار آخر. أما الناس اللي كيقدروا يغيروا حياتهم ما كيعتمدوش على الإرادة، كيعتمدوا على النظام. أول خطوة خاصك ديرها صديقي: وقف تحارب العادة وحارب البيئة اللي كتولد. إذا كان الهاتف حداك طول الوقت غادي تستعمله، وإلا كان الأكل غير صحي قدامك غادي تاكله. لذلك بدل البيئة قبل ما تحاول تبدل نفسك. حيد الإغراءات، قرب منك العادات الجيدة، وصعب الوصول للعادات السيئة. كاين واحد السر اللي صغير ولكن عنده تأثير كبير: ما تحاولش تبدل حياتك كاملة في نهار واحد. ديما تنقول لكم غير حاول تبدا بأصغر الأشياء. مثلا صفحة واحدة من كتاب، 5 دقائق ديال الرياضة، 10 دقائق ديال الدراسة. حيت النجاح ما كيبداش بالقفازات الكبيرة، كيبدا بخطوات صغيرة كتعاودها كل نهار. في نهاية الأمر، العادات السيئة ما كتسرقش منك يوم واحد فقط، بل كتسرق منك سنوات. والعادات الجيدة ما كتغيرش حياتك في ليلة واحدة، ولكن مع الوقت كيتغير كل شيء. السؤال اللي خاصك تجاوب عليه اليوم هو: شنو هي العادة الوحيدة اللي كتدمر حياتك دابا؟ وإذا عرفتيها، راه أول خطوة نحو التغيير بدات. إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة خدم عقلك، وخلي كل فيديو يكون خطوة نحو نسخة أقوى من نفسك. تهلاو.